بكل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. أهلا بيكم معانا في متحف الطفل، المتحف اللي تأسس سنة 1996 عشان يخدم كل الأطفال ثقافيا وتعليميا. بعد كده تم غلق المتحف وإعادة بنائه وافتتاحه مرة تانية سنة 2012. المتحف ده مكون من 4 أدوار. الدور الأول بيعرفنا معلومات عن الحضارة المصرية القديمة، بنعرف معلومات عن الأهرامات، المعابد، المقابر، الفن المصري القديم، وبنعرف معلومات عن الطب والفخار، وبنعيش مغامرة ان احنا نكون منقبين عن الآثار، وبنعرف معلومات كمان عن الآثار الغارقة. تعالوا دلوقتي والنهاردة نشوف حاجة مهمة جدا عندنا، وهي نتكلم عن المقابر، بس مش شكل الأهرامات. تعالوا نشوف المصري القديم لما قرر ان ما يكونش فيه أهرامات اتصرف ازاي وفكر ازاي يحمي المقابر بتاعته. يلا بينا ندخل جوه المتحف ونشوف. مستعدين دلوقتي نعرف سوا ازاي احنا قدرنا او عرفنا مقبرة توت عنخ امون، ومين اللي اكتشفها وازاي اكتشفها كمان. يلا بينا.
احنا اتفقنا سوا ان احنا هنتكلم عن مقبرة اشهر ملك، الملك توت عنخ امون. طيب مين اللي اكتشف المقبرة دي؟ كارتر، هاورد كارتر هو اللي اكتشف مقبرة توت عنخ امون. كارتر اصلا كان رسام محب علم الاثار واكتشاف الاثار جدا جدا، وتعرف على اللورد كارنرفون واللي هو كان بيساعده ماديا عشان يفضل هنا في مصر ويدور على مقبرة الملك توت عنخ امون. كارتر قعد حوالي 15 سنة يدور على المقبرة دي، لدرجة ان اللورد كارنرفون جه في لحظة وقال له انا مش هقدر امدك باموال تاني. فكارتر طلب منه سنة كمان يدور فيها اكتر على المقبرة دي وان شاء الله هيلاقيها. وفعلا في يوم من الايام كان في فتى بيجيب جرار المية للعمال اللي بيشتغلوا في المنطقة. فالفتى ده وهو بيحط جرار المية دي لقى ان في زي شكل سلم او بداية سلم، فراح جري بسرعة على كارتر وقال له أنا شكل كده في حاجة مهمة هنا. كارتر بالفعل بدأ يزيح الرملة ولقى سلالم، والسلالم دي كانت بداية وصوله لباب مقبرة الملك توت عنخ آمون، واللي بالفعل لما اكتشفها لقى اكتشاف عظيم، المقبرة كاملة مفيش حاجة منها اتسرقت. تيجوا دلوقتي نتفرج سوا على فيلم نشوف فيه حوار دار بين كارتر واللورد كارنرفون. تعالوا نتخيل الممثل ده اللي بيمثل كارتر قال ايه للورد كارنرفون. يلا بينا. كارتر، كارتر، هل تسمعني؟ كارتر. أبي، إنني قلقة على هاورد. أيمكنني أن أتسلق هذه الفتحة لأعرف إذا كان حدث له مكروه أو لا؟ لا يا ابنتي. انظري، ها هو هناك. يا إلهي، يا إلهي، لقد وجدتها. إنها حجرة الدفن للملك توت عنخ آمون. إنها هي كما تركها بدون أن تنقص شيئا. ياه، كل هذه السنوات وبعد كل الآمال الكاذبة التي عشتها في الماضي، أخيرا وجدت مقبرة توت عنخ آمون. سيدي لورد، هل كنت تعتقد فعلا بأننا سنكون هنا في مقبرة توت عنخ آمون، وأننا سنكون أول من يدخل هذا القبر العظيم؟ بعد ما شفنا سوا الفيلم وشفنا ازاي ممكن يكون كارتر اتكلم مع اللورد كارنرفون وحكى له على كل الحاجات اللي لقاها عند توت عنخ آمون، تعالوا نشوف غرفة دفن الملك توت عنخ آمون. تعالوا نتحرك سوا ونشوف نفس المناظر المصورة على المقبرة الأصلية للملك توت عنخ آمون. طيب وتعالوا كمان نشوف شكل التوابيت الخاصة بالملك، التابوت الحجري، التوابيت الذهبية اللي كان فيها موميا توت عنخ آمون، والقناع الذهبي بتاعه المصنوع من 11 كيلو من الذهب. طيب مش بس كنوز مقبرة الملك توت عنخ آمون هي سر شهرته، الملك نفسه مشهور لأن هو حكم وهو عنده 9 سنين ومات وهو عنده 19 سنة. مش بس كده، إن هو ابن الملك إخناتون، وفي الأساس اسم الملك توت عنخ آمون كان توت عنخ آتون. وبعد وفاة الملك إخناتون الكهنة اتجمعوا وأقنعوا الملك إنه يغير اسمه من توت عنخ آتون للملك توت عنخ آمون. عايزة أقول لكم حاجة، إن لما اكتشفوا الموميا بتاعة توت عنخ آمون كان القناع الذهبي كان فوق رأس الملك توت عنخ آمون، وبعد ذلك تم نزعها من فوق الرأس ونقلها للمتحف المصري. ده شكل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون باللحية المستعارة المعقوفة وحية الكبرى والنمس الملكي بتاعة الملك توت عنخ آمون. في نهاية جولتنا النهاردة اكتشفنا عظمة تفكير المصري القديم، حتى لما قرر ان هو ينهي الاهرامات ويبتدي ان هو يعمل مقبرة بشكل مختلف، قرر ان هو يروح عند جبل القرن، واهم ما يميز الجبل ده ان قمته شبه الهرم، وقرر ان هو ينحت المقابر بتاعته جوه جبل القرن. واكتشفنا مقبرة توت عنخ آمون علمنا كذا حاجة. اول حاجة عرفنا
كمية الكنوز اللي كانت ممكن تكون محطوطة في مقابر الملوك السابقين. مش بس كده، عرفنا قد ايه حب كل الناس لاكتشاف الآثار والتاريخ المصري القديم، ومنهم كارتر اللي قعد حوالي 15 سنة وأكتر بيدور على المقبرة دي. وعرفنا كمان إن ظنه ما خابش، وإن هو اكتشف كنوز عظيمة عند الملك توت عنخ آمون، واللي عرفتنا أسرار كتيرة جدا من الكنوز اللي كانت موجودة جوه مقابر أجدادنا السابقين. أتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا في المتحف النهاردة. سيدي اللورد، إن هذا الاكتشاف سيغير تماما فهمنا للحياة الفرعونية في مصر القديمة، بل إن هذا الاكتشاف هو أعظم من اكتشاف شامبليون لأسرار الكتابة الهيروغليفية. Soy española y a اسمها mí أنخلة Egipto وهي me اسبانيه، ha encantado وقالت انا porque حبيت مصر جدا tenemos لسبب كويس قوي mucha ان هي variedad شافت في cultural. مصر تنوع حضارات، Se شافت puede حاجات encontrar de قديمه todo y وعجبتها، muy شافت antiguo حاجات y جديده وبرضه precioso. عجبتها. A mí en general me ha gustado todo, pero sobre todo me ha gustado mucho los هي templos بتقول de عجبتها Edfu كل y الاماكن السياحيه también والاثريه اللي احنا el شفناها، لكن de اكتر حاجتين عجبوها معبد ادفو ومعبد الكرنك. Karnak. Egipto هي me gusta بتقول لك mucho انطباعها عن مصر porque, بصفه عامه como he dicho عجبتها antes, جدا، la وزي ما cultura ذكرت y قبل كده también هي porque حبت hay diferentes التنوع cosas que se الحضاري pueden الموجود. encontrar. بتقول لك Pues انت ممكن في مكان en تشوف una هرم parte encontrar, por آلاف ejemplo, السنين، في las مكان تاني تشوف pirámides معبد tan تاني famosas, y en يعني otra parte أجدد encontrar منه los templos, es decir, que hay mucha variedad في en التاريخ todos los بتاعه يعني، sitios. ومع ذلك برضه عجبها قوي. التنوع التاريخي هو اللي عجبها في مصر. Pues cuando هي vuelva a بتقول لما España, ترجع se اسبانيا lo contaré تقول a لك todas mis amigas يعني porque ha sido ما una فيش شك ان experiencia هي chulísima. ترشح He مصر visto de لكل todo, اصحابها he hecho de ان هي todo التجربه y me عجبتها ha قوي encantado. قوي قوي، ومما لا شك فيه هتقول يعني مصر لكل اصحابها ان هم يجوا يزوروا مصر. La comida هي بتقول جربت الاكل المصري، ده طبعا هو الاكل más المصري fuerte que في España طعمه y es más diferente, اقوى pero también من esto es اسبانيا عشان muy طبعا buena. بيستعمل توابل كتير، Y me ومع encantó ذلك también عجبها. بس اكتر حاجه y عجبتها hay mucha variedad. الكباب اللي هو اللحمه المشويه. Oh, sacarana, sacarana, Ana, sacarana. Oh, sacarana, sacarana, Ana, sacarana. مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك، ويا رب يبقى الجاي خير وأمان. سحر الطبيعة هرم ونيل وسهر وليل غير أي ليل، وعيون بتضحك ليك في كل مكان. بحر وسمح سحر وخيال على أرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. بحر وسمح سحر وخيال عرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. بحر وسمح سحر وخيال أرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. بحر وسمح سحر وخيال أرض الجمال، ما خطرش يوم عالبال. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.